السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم وبعود الأيام. يا ترى أخبار الرياضة في رمضان ايه؟ في الفيديو ده هنتعرف مع بعض ايه الوقت المناسب والمدة المناسبة اللي تلعب فيها رياضة في رمضان. لو انت أول مرة تشوفني، أنا طارق إمام ودي قناتكم قناة بيتك الصحي. يا ترى ايه فايدة الرياضة أصلا في رمضان؟ ممارسة الرياضة في رمضان ليها فوائد كتيرة جدا، من ضمنها إنك بتزود معدل النشاط والحركة، وبالتالي بيزود جميع عمليات الأكسدة في جسمك، وطبعا ده بيخلي الجسم يحرق بشكل أكتر. تاني حاجة مهمة جدا لفوائد الرياضة في رمضان، إنك لو عندك كبد دهني بتقدر تتخلص بيه في رمضان، خصوصا لو معاه نظام أكل صحي متكامل. تالت حاجة، الرياضة مع الصيام من الحاجات اللي بترفع المناعة وكمان بتحسن صحة الجلد. رابع حاجة، لو انت اكلت اكلات دسمة فانت عندك فرصة كبيرة انك تتخلص من الدسامة دي عن طريق لعب الرياضة بشكل صحي. من الاخر وباختصار، لعب الرياضة في رمضان من افيد الحاجات اللي هتقدر تطلع بيها من رمضان وانت واخد الدرجة الكاملة. قبل ما اقول لك ازاي تلعب رياضة في رمضان، يا ريت تعمل شير ولايك، ولو لسه ما اشتركتش في القناة يا ريت تشترك في القناة وتفعل الجرس. خلينا نتفق مع بعض، ايه هو هدفك انك تلعب رياضة اصلا في رمضان؟ عندك هدفين اتنين ما لهمش تالت. الهدف الاول انك تعلي الحرق وتزود نزول الوزن، يا اما الهدف الثاني انك تزود الكتله العضليه. لو هدفك انك تعلي معدل الحرق وتنزل في الوزن، فانت عندك الرياضه بتاعتك اثناء فتره الصيام، ودي بنلعبها قبل الفطار بساعه لساعه ونص، لان معدل الحرق في الوقت ده بيبقى في اعلى حاجه، لان الجسم بيبقى خلاص بدا ياخد من المخزون القديم. وهنا الرياضه بتبقى عباره عن مشي او سباحه او تمارين الكارديو، ويا ريت تبقى التمارين خفيفه على قد ما تقدر، بس تستمر عليها لمده ساعه لساعه ونص، وده بيكون قبل الفطار. نيجي للجزء الثاني من الناس اللي هدفهم انهم يزودوا الكتله العضليه، والناس اللي بتنزل جيم او بتلعب رياضه قبل رمضان وعايزه تدخل رمضان وتكمل على نفس المنوال اللي شغاله عليه. يا ريت لو هنشيل اوزان نشيل 70% من الاوزان اللي كنا بنشيلها قبل رمضان. يعني مثلا لو بتشيل 10 كيلو فانت هتشيل 7 بس. وميعاد الرياضه هنا بيكون بعد الفطار ب3 ساعات او بعد صلاه التراويح بساعه. بيكون اكلك بدا يتهضم وبدات الطاقه تطلع على جسمك وتنزل تشتغل في الجيم، وعاش يا وحش. خلي بالك ان نوعين الرياضه اللي احنا اتفقنا عليهم ممكن الاثنين يتمارسوا بعد الفطار ب3 ساعات او بعد صلاه التراويح بساعه. استاذنك بلاش اصحاب الامراض المزمنه يلعبوا رياضه في نهار رمضان عشان ما يضطروش ان هم يفطروا. خلاصه الكلام، لو انت ما بتلعبش رياضه يا ريت تبتدي تلعب رياضه في رمضان عشان تقدر تاخد الدرجه الصحيه الكامله. وبكده تكون خلصت الحلقه الرابعه من حلقات سلسله رمضان اللي ممكن ترجع لها في اي وقت في الاي اللي فوق. اتمنى تكونوا استفدتوا من حلقه النهارده، ويا ريت تعملوا لنا لايك وشير، واللي لسه ما اشتركش في القناه يا ريت يشترك. صوما مقبولا وافطارا شهيا. سلام عليكم.